عن المهام إلى الاعتقال والمحاسبة. فمجلس كما تعلمين أن قضية مبدع في المجلس الوطني للمحاسبة فتح ملفا لهذا الوزير منذ سنوات. كما أن الشكايات توالت كثيرا بالمنطقة التي كان يمثلها، على ما أعتقد هي منطقة الفقيه بن صالح. فسبق عليه وللإشارة فسبق عليه لهذا الوزير أن خلق مشكل كبير ما بين أعتقد الدولة المغربية وإيطاليا حينما قام بتزوير شهادة لسيدة كان لها مشكل مع رئيس الوزراء بيرلسكوني. نعم. المحاسبة كذلك طالت مبدع في رشاوي تلقاها من أجل مرور الصفقات. لكن الشيء الذي أفاض الكأس أن الوزير مبدع كما تعلمين أقام حفلا لابنه بمناسبة زفافه، وكان حفلا أسطوري سنة 2019. نعم. تحدثت مصادر وقالت بأن الحفل كان أسطوري وقيمته المالية فقط ملياري درهم. من هنا بدأت السلطات المغربية والقضائية تبحث بحثا قضائي من أين مصير هذا ثروة أو من أين لك هذا. فكيف لا يعقل أن شخص ليس له مستوى عالي في الفكر أو الثقافة ولم يزاول مهمته فقط هو النيابة عن الساكنة، يعني ينوب عن الساكنة ما يريدون الساكنة ويطلب من الجهات المعنية. ليس فكيف لهذا الشخص بعدما أن لم يكن له من قبل عمل كبير أو تجارة أو شيء من هذا القبيل أصبح يملك ثروة هائلة بالمغرب، جعلته يرمى حاليا ما بين القطبان. بين قوسين فحاليا بالسجن لا يوجد فقط وزيرا واحد، بل هناك وزير آخر تمت إدانته لكن بتهم أخرى أدانه القضاء من أجلها، وهو محمد ديان. حاليا بديع كما قلنا في البداية بديع فهو لا زال بريئا إلى أن تثبت إدانته. لتعريف حيت كاين الناس اللي ما غاديش يعرفوا شكون هذا محمد مبدع، غنعطيوه واحد ورقه تعريفيه عليه ريثما ان شاء الله نرجعوا عاوتاني للموضوع نتكلموا عليه. محمد مبدع من مواليد الفقيه بن صالح 1954، سياسي مغربي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، يرأس جماعة الفقيه بن صالح منذ أكثر من 23 سنة. ملي كتلاحظ هذه الملاحظات هذه اللي مثلا كل واحد كيجلس على ذاك الكرسي واحد المدة طويلة، تعرف بأن شي حاجة كاينة، يعني ماشي هي هذيك مثلا 23 سنة، وقد سبق له أن تم استبزاره دون توفره على شهادة البكالوريا. وكما قلتي أشرت سيدي أن تم إيداعه سجن عكاشة بالدار البيضاء من قبل قاضي التحقيق بشأن اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك. كذلك ترأس يعني منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية ما بين 2013 و2016، وهو مسؤول كما قلنا في حزب الحركة الشعبية اليميني المنتهي حاليا إلى المعارضة البرلمانية. ولكن إلا جينا نشوفوا يعني الأسباب الحقيقية اللي دفعت يعني القضاء المغربي باش يستدعيه ودابا وراء القضبان، هو يعني مؤخرا توجه كما قلنا كاين انتقادات
على مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي اججت هذا المشكل هذا ضد انتخاب. هذه هي المشكل دابا اللي جعلته باش وراء القضبان انتخاب مبدع رئيسا للجنه العدل في مجلس النواب. وعلاش؟ لأن هذا المنصب تقدم لاحقا باستقالته منه. كيف يعقل؟ هو استقل وهو أداره في ذاك نفس المكان، إذن العدالة ما كايناش. لهذا أول مرة كما قلنا يعني القضاء المغربي كيقوم بواحد الحركة اللي هي جميلة جدا، وكنتمناو باش يكون ماشي غير هذه الأولى، غيكونوا قضايا أخرى ودواسة أخرين اللي غيخرجوا الوجود، حيت الناس كما قلنا ملي كتجي كتقول لها سير انتقد او سير مثلا يعني تكلم على شي حاجه اللي هي ضراك، كيكون هذاك الانسان اللي مثلا قدم واحد الشكايه كيكون هو المحاسب، كيدخل السجن، فهمتيني؟ وكتكون واحد الجمله اللي هي غتولي حكمه، كيقول لك الوطن للاغنياء والوطنيه للفقراء. تفضل سيدي كمل. نعم، هنا يجب أن نفتح القوس بأن المسؤول الأول على هذه الفضيحة هو الحزب الذي ينتمي إليه هذا الوزير. فكيف يعقل؟ كما تعلمين منك كتكون واحد اللجنة غادي تقدم لها مسؤول من حزب ما، فالأحزاب كلها تتنافس على هذاك المنصب داخل قبة البرلمان. كيف يعقل أن وزير تم تعيينه على هذه المهمة وهو عنده مازال متابعات قضائية، مازال الشرطة القضائية كتسنى. هنا أعتقد أن الخلل كاين حتى في المنظومة ديال الحزب داخليا. وكما تعلمين أن سبق أن أشارت جرائد في المغرب عبر تحقيقات حتى المنصب اللي أخذه هذا الوزير كان بحيل ذكية، بل أشارت بعض المصادر أن هناك كان تزوير لتقارير أو شيئا ما من هذا القبيل، لا ندري صحة المعلومة. لكن المؤسف أن الوزير متابع يتم استنطاقه تقريبا كل شهرين من طرف الشرطة القضائية من أجل إعداد الملف، وفي الأخير يتم تعيينه على لجنة اللي هي مهمة، لجنة العدل. فهذا شيء غير مقبول. ربما النقطة التي أفاضت الكأس وجعلت من مبدع خلف القضبان. للإشارة فقط، فليس مبدع بوحده حاليا في السجن، فهو مع 13 متهما آخر تم إيداعهم في سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء. وجاء قرار قاضي التحقيق بعد التماس الذي كان تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء مساء الأربعاء الماضي بإيداع مبدع السجن إلى جانب المتهمين الآخرين، وذلك بعد ساعات طويلة من التحقيق معهم بشأن الاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك كما أشرت زهرة. نتمنى أن يكون مبدع بداية لتوقيف العديد من المفسدين الذين يتسترون بمنصبهم السياسي أو منصبهم الوزاري مثلا، كي يتم القطيعة مع الفساد. وللإشارة للإشارة كي نشير إلى هذه، فحتى الجالية المغاربية في الخارج فقد عانت مع مبدع بالمنطقة اللي كينتمي إليها. وتوصلت بالأمس بأخبار من ساكنة المنطقة أنه تم منعهم من تراخيص وشيء من هذا تراخيص للبناء وكذا وهذه أشياء. نتمنى أن
يستمر الزجر لهؤلاء الناس المفسدين والمبذرين للمال العام. سيدي، كواحد تعريف